في عالم كرة القدم، مش كل الخلافات تنتهي على أرض الملعب. أحياناً المعركة تنتقل للمحاكم، وهذا بالضبط اللي صار في النزاع الكبير بين المغرب والسنغال، واللي وصل لأعلى محكمة رياضية في العالم. خلونا نشوف شو كان القرار النهائي. السؤال الأهم واللي شغل بال كل المتابعين وأثار جدل كبير في كل مكان هو: هل ممكن فعلاً إن اللقب يسحب من المغرب بعد فوزه؟ طيب، الجواب على هالسؤال جاء بشكل مباشر وحاسم. ومن وين؟ من قلب المحكمة نفسها. مصادر مطلعة هناك أكدت أن سحب الكأس من المغرب وإعطائها للسنغال هو شيء مستحيل. لكن هنا القصة تصير مثيرة للاهتمام أكثر. المصدر اللي كشف هذه المعلومة هو مفاجأة بحد ذاته. نتكلم عن وسيلة إعلام فرنسية كانت إلى وقت قريب من أكبر الداعمين للسنغال في هذه القضية. شوفوا هذا التحول الكبير. منصة RMC اللي كانت من أشد المدافعين عن الموقف السنغالي فجأة غيرت رأيها 180 درجة. طيب ليش؟ السبب بسيط جداً. راحوا واتكلموا مباشرة مع الخبراء القانونيين في محكمة التحكيم الرياضية المعروفة بكاس، وشافوا الحقيقة القانونية بعينهم. يعني تقريرهم ما كان مجرد تحليل أو رأي صحفي، لا، كان مبني على كلام مباشر من المسؤولين نفسهم اللي رح يصدروا الحكم النهائي، وهذا اللي يعطيه كل هذه المصداقية. قالوا إنه القرار الأصلي سليم وإلغاؤه مستحيل، وإنه استئناف السنغال ما له أي أساس قانوني. طيب، خلونا الآن ندخل في التفاصيل القانونية ونشوف ليش موقف المغرب قوي لهذه الدرجة. القضية كلها من أولها لآخرها مبنية على مبدأ أساسي وبسيط جدا في عالم كرة القدم: أي فريق ينسحب من الملعب يعتبر خاسر، نقطة، ما فيها أي نقاش. وهذا المبدأ مش مجرد اتفاق شفهي أو عرف، لا، هو قانون مكتوب ومحدد في لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. وهذه هي المادة 84. المصادر من داخل المحكمة أكدت أن لجنة الاستئناف طبقت هذه المادة بحذافيرها بشكل سليم 100%. يعني ببساطة ما في أي ثغرة قانونية ممكن الطعن من خلالها. المصدر نفسه استخدم تشبيه قوي جدا ويوضح الفكرة تماما. الاعتراض على القرار هذا يشبه إنك تقطع إشارة حمراء وبعدين تجادل الشرطي وتقول له القانون ما ينطبق عليك. المخالفة واضحة والعقوبة تلقائية. الموضوع ما وقف عند المحكمة وبس، الفكرة بدأت تنتشر عالمياً، ومحللين من دول ثانية وصلوا لنفس النتيجة بالضبط. في إسبانيا مثلاً، كبار المحللين الرياضيين كانوا واضحين جداً في رأيهم، وقالوا بالحرف الواحد: المغرب حسموا اللقب قانونياً، وكرة القدم واضحة وما تقبل أي تحسير أو تأويل. والأكثر من كده، عبروا عن استغرابهم الشديد من الموضوع كله. قالوا إن محاولة التلاعب بالقوانين الواضحة هذه تعتبر أمر غريب فعلاً. إذن لما نجمع كل هذه النقاط مع بعض، الصورة تصير واضحة تماماً. موقف المغرب يعتمد على 3 ركائز أساسية وقوية جداً، وهذه هي الركائز اللي تخلي القضية شبه محسومة. أولاً، تأكيد من داخل الكأس نفسها بأن تغيير القرار مستحيل. ثانياً، القوانين واللوائح واضحة وصريحة، خصوصاً المادة 84 ومبدأ الانسحاب. وثالثاً، الإجماع الدولي من الخبراء والإعلام اللي شافوا أنه موقف المغرب هو الأصح قانونياً ومنطقياً. يعني من كل النواحي الموضوع يبدو منتهي. وهذا يخلينا نفكر في سؤال أخير. بعد ما اتفق الخبراء القانونيون والمصادر من داخل المحكمة والإعلام الدولي على نفس النتيجة، هل بقي فيه أي مجال للنقاش أصلاً؟